السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايه لكم بحاجه مش مصريه اصلا، بس احنا هنعملها. مفيش حاجه صعبه علينا، هنعمل ان شاء الله معانا المكدوس السوري. انا كده إيه يعني، نقيت البتنجان اللي يشبه البتنجان بتاعهم، بس هو تقريبا. والله بصوا، البتنجان تحس ان هي كده مقلبصه كده ومليانه وشكلها جميل. نسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقيتي بتنجان كويس، تكون صغيره مش كبيره، وتكون في نفس الوقت ايه زي ما قلت لكم تكون مليانه شويه، عشان احنا مش هنخلي فيها ميه خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. هبتدي ان انا ارصه كده علشان اسلقه. البتنجان سعره حلو قوي 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 النهارده. وعلى فكره يا بنات، انا اللي خلاني ان انا افكر اعمل المكدوس اساسا في البيت، ان انا رحت اشتريه سعره معدي ال 250 جنيه. معدي يعني، مش انا صعقت بصراحه. ولكن اما لقيته غالي قوي كده، طب انا ما انا اعمله في البيت. عندك زيت زيتون اعملي، ما عندكيش اعملي بزيت نباتي. كل حاجه هتمشي. تمام. المهم دلوقتي خلاص رصينا البتنجان بتاعنا اهو تمام زي الفل. هبتدي ان انا اغمره بالميه. لازم تكون الميه اللي انا هحطها تكون مغطياه على الاخر خالص. خلاص، هو بيحتاج شويه وقت في العمايل بتاعته، لكن صدقوني هو يستاهل. بصراحه يستاهل. المهم، عملنا الميه اهو، وعشان نسلقه لازم نحط عليه حاجه تقل عشان تخلي البتنجان يكون غطسان في الميه، او تكون الميه غمراه من فوق خالص. في ناس بيحطوا عليه فوطه الاول، بعد كده تحطي عليه اي تقل. وفي ناس بتحط، انا بصراحه حطيت عليه غطا حله كده هتشوفوها دلوقتي، علشان تضمن ان هو ان شاء الله يكون تكون الميه غمراه من فوق زي ما انت شايفه كده. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم كده. ولسه هحط بقى غطا الحله الاساسي الكبير، فده هيضغط على الغطا الصغير ده زي كده، وتخلي الميه تكون ان شاء الله غمراه. تمام. عقبال ما يستوي بقى هقول لكم انا هعمل ايه. جبت هنا فلفل الوان. عايزه تحطي معايا فلفل قرن حامي مثلا، ده يعني حريه شخصيه. المهم تنضفيه من جوه تماما وتقطعيه شرايح زي انا بعمل كده، لسبب انا مش عايزه فيه اي ميه. تماما تماما تماما. هنقطعه شرايح زي ما انت شايفه كده. تكون مش رفيعه ومش عريضه قوي. اللي ربنا كريمها وعندها شمس زي الفل تحطيه في الشمس. واللي ما عندهاش شمس زي حالاتي مش هنغلب يعني، احنا هنتصرف. هنعمل ايه؟ هنقطعه كده ونحطه على مصفى ونغطيه باي شاشه. لازم تغطيه سواء في الشمس او في البيت، لازم تغطيه، علشان ممكن يربي معاكي هاموش صغير او حشرات او احنا ما نضمنهاش. المهم انا هعمل كده، هقطعه وهحطه تحت المروحه تقريبا يوم او يوم ونص، حسب ما احس ان هو دبل مني، بحيث ان انا مش عايزه فيه اي نقطه ميه خالص. اللي دخلت معايا ووصلت معايا لحد هنا تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي كتير، عشان ربنا ان شاء الله تحل علينا بركة الصلاة عليه ان شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا ارحم الراحمين. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. تمام اهو زي الفل. هحطه بقى وبعدين هرجع لكم. كده خلاص. اول ما عملت الفلفل البتنجان كان استوى. انا مش عايزاه يتهري ولا عايزاه برضو يبقى جامد. بصوا عشان تعرفوا ان هو سواه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. بصي بتطلع معاكي بسهوله خالص. هنا بقى خطوه مهمه جدا جدا، وخدوا بالكم يا التليفون كان هيقع يا خيبتي يعني، ما علينا. هبتدي ان انا اعمل فتحه كده من الداخل. المفروض ان انا استعمل ملح صخري خشن، بس انا ما عنديش. ولكن زي ما قلنا الجيش بيقول لنا اتصرفوا، هنعمل كل حاجه كده كده. انا عامله كميه صغيره مش هتغيب عندي ان شاء الله يعني. تعملي فتحه كده، وتحاولي ان انت تحطي كميه ملح كويسه فيها، علشان دي اللي مش هتخلي في ميه. كمان عايزه اقول لكم المفروض ملح خشن، لان الملح الخشن ما فيهوش يود. ده الناس اللي هتعمل كميه كبيره وهتخزني هتخزني عندك يعني. لكن بالنسبه لي انا مش هتفرق كتير يعني، كده كده زي ما شفتوا كميه صغيره خالص. هتحطي كده وانتي بترصيه. عايزه اقول لك تكون الفتحه دي اللي فيها ملح دي تكون تحت، عشان هي دي اللي هتنزلها الميه. بصوا تقلبي كده كل الفتحات اللي تحت. هخلصه وارجع لكم بقى ان شاء الله، علشان هقول لكم الخطوه المهمه برضو، لان هو كل الخطوات دي مهمه جدا جدا، علشان البتنجان ما يعفنش منك، وعشان يطلع معاكي طعم جميل ومفيهوش اي ميه. نخلص بقى الكميه وارجع اقول لكم هنعمل ايه. كده خلصتها اهو خالص. لازم تكون الكميه في مصفى وتحتها طبق، وابتدي ان انا احط عليها حاجه تقل جامد يعني 5 كيلو 10 كيلو حسب الكميه اللي انت عاملاها.
خلاص كده. ودي هتبيتيها لتاني يوم او يومين لحد ما تحسي البتنجان بقى جف معاكي خالص خالص ومش بينزل اي ميه، وارجع لكم ان شاء الله. كده احنا بقى كده بقى لنا يومين. تمام، يومين كده هنجي نحضر بقى الحشوه بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها بتنجان ان شاء الله. عندنا الناس اللي بتقول ان هو عين جمل في مصر، وفي بره بيقولوا عليه جوز، ايا كان الكميه. عايزه اقول لك على حاجه تاني، ببركه ربنا طبعا اولا، وانت ليكي نظره عين. إيه ان انت الكميه اللي انت عايزه تحطيها حطيها. حشو عايزه تزودي في عين الجمل زودي، عايزه تزودي في الفلفل زودي، دي انت اللي هتاكلي والكميه دي بتاعتك انت. المهم ان المفروض في ناس بتكسره بالسكينه وتقطعه كده قطع صغيره، ولكني بصراحه مش فاضيه يعني. فابتديت ان عملته كده بالكبه، ولكنه مجروش مش مفروم. بص هوريهولك دلوقتي. يعني حته يعني الجمل باينه، مش ناعم قوي ومش مش مفروم قوي يعني. خلصت بصوا اهو. انا بس عايزه اقول لك ان هو اهو مجروش حلو يعني، الحمد لله رب العالمين. هنجيب بقى الفلفل بتاعنا، احنا قلنا بقى لنا تقريبا يومين. الفلفل هوريلكم بصوا دبل ازاي. كده تضمني ان حتى لو في نسبة مية هتبقى ضعيفة جدا. وابتدي ان انا احطه برضو، وان انا اطحنه، مش هطحنه ناعم، هخليه برضو يعني تفرميه خشن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي اول مره تدخل قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك بالقناه، وشجعوني علشان ارجع لكم تاني ان شاء الله. المهم خلاص كده هنفرمه، وهوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي. الخلطة دي تحفة، اقسم بالله بجد تحفة. يعني انا نفسي اعرف اللي اخترع المكدوس ده عشان اقول له شابول لي حضرتك. تمام كده. بصوا بقى هنرجع نحضر بقى ان شاء الله يعني الخلطة. تجيبي طبق كده محترم عشان تعرفي تقلبي فيه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك واحسن ما بين ايدينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بص هو انا شاكه ان في شويه ميه شويه في الفلفل. تمام، فانا هقول لكم انا هعمل ايه دلوقتي، خليكم معايا. اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه اقول لك انت لو جبتي واحده من المكدوس ده ومثلا كلتيها بلقمه، تحسي انك كلتي حاجه كده فخمه، حاجه فخمه. المهم حطيت شويه ملح صغيرين مش كتير. ما تنسوش ان احنا مملحين اساسا البتنجان، وفصين 3 بالكتير قوي توم. ما تكتريش توم عشان يبقى طعمه حلو. خلاص كده. بس انا حاسه ان برضو في ميه زي ما قلت لكم، فهعمل ايه بقى عشان اتفادى النقطه دي. رحت جبت مصفى وقلت احاول ان انا اصفي يعني نسبه الميه على قد ما اقدر. مش هخليه جاف خالص، بس برضو هصفي منه نسبه الميه. بصوا اهي. طبعا الميه اللي نزل من الفلفل دي مش هرميها، دي ميه بس. ولو مش عليها لو مش عليها اسفه توم، كان ممكن استخدمها في اي حاجه. عليها توم ممكن تستخدميها برضو في اي تتبيله. ميه الفلفل دي ممتازه جدا، هي دي اللي انا بعمل منها الهوت صوص. بيطلع تحفه يا بنات، تحفه اهو. خلاص كده. هاجي بقى هنا احط الفلفل بتاعنا، وتحطي عليه براحتك. عايزه تحطي الجوز ده كله او العين جمل دي كلها براحتك، عايزه تحطي الكميه المعقوله اللي انت شايفاها. تمام. وتخلي شويه تستخدموا في اي حاجه تانية برضو براحتك. انا عن نفسي يعني لحد كبير قوي شايفه ان هي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، حلوه قوي كده. حاسه ان هما يعني النسبه متساويه بينهم، فحاساها حلوه. وبراحتك برضو، انت عينك ميزانك، عينك ميزانك. ولكن اللي هيدي الطعامه بتاع دي كلها، الاكله كلها، هي الخلطه دي. حقيقي حلوه قوي. فانا عشان اخليها تتربط شويه وانا بحشي البتنجان، حطيت عليها معلقتين كده ايه زيت زيتون، عشان لما اجي احشي ما تبقاش مفرفطه مني كده، وتبقى متماسكه شويه. خلاص كده. انا شايفاها كده معقوله قوي قوي قوي. يلا بقى نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفنجان بتاعنا اهو بعد ما قعد كام يوم، تقريبا يومين ونص، تقريبا يومين ونص او 3 بالكتير، مش فاكره بصراحه. بس هو لحد ما تحسي ان هو مفيهوش اي ميه خالص، هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي وعبي وخليكي كريمه. خليكي كريمه وانت بتحشي بتنجان، اقسم بالله ما هتندمي، مش هتندمي. اسمعي كلامي. وانت بتحشي كده يعني املي املي، هتحسي كده بفخامه، بحاجه فاخر من الاخر. المهم هبتدي ان انا ايه احشي البتنجانيه كلها. هي اصلا زي ما قلت لكم هتبقى رفيعه. بصوا رفع ايه، بصوا يعني ما فيهاش خالص. فانتي بنفتحها كده، ويعني بتعمليها زي علبه، بتمليها بقى من جوه كلها ايه
اللي هي الحشوة دي خطيرة جدا، ملحها قليل فطعمها يبقى حلو، وملهاش يعني مش هقولك لا بتعلي ضغط ولا اي حاجة، اللهم بارك، يعني فعلا حاجة صحية وجميلة. بس خليكي كريمة اسمعي كلامي، لان الموضوع ده هتعرفيه وانت بتاكلي. خلاص كده يا بنات، المهم خلصت وهجيب بقى كل، انا كنت هعملهم على بطرمانين صغيرين، وكنت شلت شويه قلت بطرمان صغير وصغير، ورجعت قلت ايه كميه صغيره اساسا، فهعملهم كلهم في بطرمان اللي انتوا شايفينه ده، بحيث مش هقعد بقى حبه هنا وحبه هنا. المهم خلص معاكم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وانت بترصي تخلي الفتحه اللي فيها الحشوه من فوق، علشان ما تتعملش منك من تحت، ما تقعش منك تحت. رصي كده بالراحه بحيث يبقى مكدوس كله على بعضه. خلصت اهو، وبسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك، وزدنا يا ارحم الراحمين. حطي زيت زيتون، عايزه تحطي زيت وتخلطي معاه زيت نباتي براحتك خالص، عايزه تحطي كله زيت نباتي براحتك خالص، عندك زيت عباد، عندك زيت ذرة، اللي انت عايزاه اعمليه، ولكن اهم حاجه يكون زيت ملهوش رائحه، عشان تحسي بطعم الاكل اللي بتنجان كويس والحشوه بتاعته. انا خلصت كده. واهم حاجه برضو نقطه مهمه جدا، يكون الزيت غامر البتنجان كله عشان ما يعفنش كده. خلاص هسيبه اسبوع 5 ايام بالكتير، لا بالقليل قصدي، او اسبوع وتاكل منه، وارجع واحنا بنفتح مع بعض، انا مشتاقه له جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. بصوا بقى مش هقول لكم على الفرحه اللي انا فيها، يعني كنت بسابق الزمن الايام عشان اطلع واحده واكلها. بسم الله، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب. حاجة فاخر من الآخر، أقسم بالله روعة يا بنات. جربي جربي مش هتخسري حاجة، جربي مش هتخسري حاجة. بصي روعة 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 من الجمال. هقول لك بقى وانت بتعمليها، بصوا مش عارفه، انا مش عارفه اقول لكم ايه. لا هو مش بتنجان ومش مخلل خالص، ومش حاجه مش اللي احنا عارفينه في مصر عندنا، ولكن دوقي مش هتخسري حاجه، دوقي واعملي وجربي ونعرف حتى على الاكلات الحاجات اللي هي العربيه. اقعدي هنا، ده انا عايزه افتحك بالعافيه وهي مش. بصي بصوا بص العسل، والله العظيم روعه. ده اللي انا بقولك بقى، زودي الحشوه جوه وكلي وادعي لي. بصوا من اهم لحظات السعاده في حياتي. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب، وبارك لنا فيما رزقتنا يا ارحم الراحمين. المهم طلع حلو قوي يا بنات، عن تجربه اقسم بالله. جربوا مش تخسري حاجه. وادعوا لي يا رب كده ربنا يكرمني ان شاء الله، واقدر اتواصل معاكم دايما. وما تنسوش اللايك، اشتراك، تعليق حلو كده يشجعني. الله يرضى عليكم. اشوفكم على خير وصحة وسعادة يا رب، في حفظ الله. دمتم سالمين.